ايه كانت بتفك انت لازم تطلعيني غلط. بس كان في حاجه كمان بس يعني حاجه كمان هي ايه؟ ايوه داري. بس ايه. يا صباح الخيرات، ازيكم يا اغلى فراولات؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد برعاية توتا. حابة تعمل لكم النهاردة اسورة وخاتم من الخرز بشكل وردات، بتعملها ما شاء الله اللهم بارك حلوة قوي. فهي قالت لي تعالي صوريني يا ماما، فانا بحب والله احفزها وكده وبرضه بتبقى ذكرى حلوة ليها. فتعالوا بقى اوريكم واحدة واحدة كده هي بتعمل ايه. بيني بقى انت بتعملي ايه؟ حطيتي كام واحد؟ 4. جيبي واحدة لونها مختلف. وأقوم حاطاه من أي ناحية. من الناحية اللي أنا حطيت فيها اللون المختلف هجيبها وأجيب آخر خرزة أحطها من الأبيض وأدخل أول الحتة يعني منها طرف الخيط. طلعها من الناحية التانية وأقوم شدها كده نص كده ورد. نص الورد. تشدها بس كويس عشان ايه تلم على بعضها وتديكي الشكل الحلو. بجيب الجنب اللي ناحية الخيط اللي تحسيها ناقصة من عندها، انا هو ده الناحية اللي عندي. ماشي. هحط 3 خرزات. حطيت انا كده 3. تمام. وهقوم جايه بقى الخرزه البيضه دي جايه بطرف الخيط اللي هي جنب البنك. واقوم مدخله الطرف فيه. الله، طلعت وردة اهي. دي بقى ممكن تكملي جنبها خرز عادي وتبقى اسوره، ولا تكمليها كلها ورد؟ اكملها بقى ورد. هتعمليها كلها ورد؟ هحط بس هنا 3 خرزات. طب اعملي انت هتعمليه. احط لون ايه هنا؟ حطي لون مختلف بقى عشان تبان. حطي اصفر، حطي اخضر، لون بقى مختلف عشان تبان في وسطهم. حطي اللي هو النبيتي ده. بس لما نوريهم الخرز اصلا اللي عندك. استنى. بصوا، هي قالت لي صوري لهم الخرز يا ماما على ما اطلع اللون النبيتي اللي انا هشتغل بيه، ولا البرجند اللي هي بتقول عليه ده. بصوا، هي مستغليه العلب اللي هي بتاعت عارفين علب تومه اللي بيجي فيها الرز بلبن. غسلتها لها وكده وعبت بقى فيها كل ما يخص الخرز بقى. الخيط دي اشكال بتشتريها كده بالواحده، بتبتدي الواحده مثلا من اول جنيه، جنيه ونص، وساعات ممكن توصل ل5 وب7 وكده، حسب الحجم وحسب الشكل. اغلاهم اللي بتبقى المجسمات اللي هي بتبقى ليها سمك وكبيره. تمام. وعندها بقى خرز اشكال واسامي غريبه هي حافظاها، انا والله مش عارفاها. هي بس قالت لي صوريهم. والخيط كمان في منه مقاسات على حسب الاشكال اللي انت بتعمليها. بس لما تكوني بتعملي وردات زي اللي هي تعملها لكم النهارده دي، بتحتاج خيط رفيع لانك بتدخلي في نفس الخرزايه بتعدي الخيط منها اكتر من مره. عرفتوا؟ عندها بصوا بقى من اول الحاجات الرفيعه الشفافه دي. هي تقريبا مضيعه فلوسها كلها على الخرز. يعني هي اشترت كمان، لسه شاريه خرز هصوره لكم ان شاء الله بفلوس. يعني راحت اشترت بمبلغ العيديه اللي كانت عينه بتاعها كله. بصوا الحاجات دي هي اللي عاملاها. ده كريز، عامله فيه زي اشكال زي كريز كده، هي اللي عاملاها بالخرز، اسمها كريزه. بصوا ده كريزه برضو، بس انا مسرعه صراحه عشان الفيديو كان طويل. هي الاشكال اللي بتبقى في الطرف دي اللي بتشتريها منها. عامله اطقم، يعني مثلا الطقم ده كان له كمان اسوره بس فكت، اللي هو سلسله وخاتم دول. وفي منهم كانت بتعمل والله تهادي بقى اصحابها في ايام الدرس. بتهادي تدي عملت لبنت خالتها، بنات خالتها الاثنين قبل كده وادته لهم. هي بتحب اصلا الحاجات دي، عندها كميه. ده في منهم كمان زهقت منه وفكته عشان تغير شكله. بص، وبتحاول كمان تعمل ايه على حسب الطقم بتاعها، لما تكون جايب لها طقم جديد ولا حاجه تعمل الوانه عشان يليق عليه. فبصوا ده طقم. الخاتم ده اسمه ضفدعه، هي اللي قالت لي. هي عاملاه شكله ضفدعه. هي ليها واحده صاحبتها صراحه معاها في العماره، حبيبتي هي اللي بتعلمها الحاجات دي، ما شاء الله عليها شطوره هي في الخرز وكده. فهي كانت دايما تقول لها ايه، اعملي لي كذا. فانا قلت لها لا، بدل ما تقول لها اعملي لي كذا، اقعدي معاها وهي بتعمل وتعلمي. تعملي بيه منها، تيجي تعملي انت لاصحابك كده. من اي ناحيه.
وهدخل 3 من الناحية التانية. زي ما دخلت 3 من طرف الخيط من هنا، هتحط 3 من طرف الخيط من الناحية التانية. هي بتبقى قايسه الخيط على قد ايديها او قد ما هتعمل عقده او اي حاجه من قبل ما تشتغل عشان ما تهدرش. ده انا هعمله طقم وهعمل منه سلسله كمان. هنا بقى حطيت 3. عملت ورده اهي، وحطت بقى اللون ده عشان انا قلت لها حطي لون عشان يكسر الابيض والبينك، لان هما الاتنين فاتحين قوي. فحطت من الجنب ده 3 ومن جنب ده 3. وهتعملي ايه بقى؟ هجيب بقى اهلا جنب الطريق. اهلا القمر صح. هنجيب بقى الجنب القصير ده هنعمل فيه واحده بس هنا يعني هنعمل دي كمان، ولو في حته كمان واحده ايه ورده عشان احنا لسه هنقفل بستوبر وكده، فده بياخد مسافه. هو على فكره القفل بقفل وبستوبر احسن ما تتربط. عشان احسن بكتير ما تتربط، عشان تبقى على قد الايد كده وشكلها حلو. ومش عشان حكايه حساسيه كمان، بتتقطع بسرعه. هتعملي بقى كمان ورده. طب اعمليها كمان مره بالراحه بقى. هجيب 4 خرزات ابيض. اشيل لك دول عشان تعرفي تعملي. بصوا هنجيب كام؟ هنجيب 7. دول هنحتاجهم، كل الابيض هنحتاج 7 بس. البينك فين؟ البينك وهياخد واحده بينك. ماشي. هاجي بقى هنا واقوم مدخله 4 ابيض عشان برضو اللي بتبقى في النص دي بيبقى فيها وهنزود نحط البينك عشان كده هتبقى لما تكون في النص بيبقى فيه حاجه يعني. ماشي يلا. وبعدين بقى تعملي ايه؟ نجيب بقى الخرزه اللي انا قلت اول واحده بيضه هي حطتها، هتدخل تطلع منها الخيط كمان مره. عشان كده قلت لكم خلوها تكون واسعه يعني عشان تعرفوا تدخلوا فيها الخيط تاني. اهي بصوا بتشدها بتدي نص شكل الورده اهي. وقربتها كده من الخرز التاني. وهدخل كام واحده كمان؟ 3. حطيت هنا 3 بس. المفروض تحطي كام؟ 4. متأكدة؟ طب ما تحطي بقى المرة الجاية 4. حطي دلوقتي 4. هي غلطت وحطت 3، المفروض تحط 4. يعني المفروض تحط 4 بيض وواحدة بينك، فهي حطت 3 بس. فهتعمل ايه بقى؟ هتحط من الناحية دي 4 عشان تعوض الواحدة اللي الناس هتحطها من الناحية التانية. انتوا فاهمين؟ بالتالي بتشرح لكم بالراحه. اصل قعدت تشرح لي صراحه ماليش في الموضوع ده خالص. انا قلت لها هساعدك عشان خاطر اقعد معاها الهيها شويه عن التليفون. هجيب بقى الطرف. يلا. مش عارفه املكها بالراحه. هنجيب بقى البيضه دي عشان ما تفك. دي انهي واحده؟ اللي جنب البنك على طول من فوق. ماشي. ماشي. جايباها ومدخله فيها طرف الخيط. خلاص الحرف في الخرزه مظبوطه بقى. فهنعدلها كده. ايه؟ وشديتي بقى الحبلين قصاد بعض. صح. حلوه يا توته. ما غلبتك عن ما تعمل. هي عشان الاولانيه انت حطيتي فيها 3 بس، صح؟ هي بتتحط 4 دي عشان انا حطيت فيها 3. ما انا بقولك عشان انت حطيتي فيها 3 بس. ماشي تمام. تعملي ايه تاني بقى؟ اقوم جايبه هنا عامله ورده. ورده كمان. بعدين احط 3. اعمل ورده يعني هحط هنا الورده واجي الختان. طبيعي. 3 وردات. وهتعمل ما بينهم بقى ايه؟ هجيب الجنب الكبير اقوم حاطه فيه هتعملي كمان ورده. يعني بصوا 4 انا ساعدتها فيها، يعني مش ساعدتها، هي بتعلمني يعني. فانا جربت اعملها، لخبطت، عملت اول جزء صح والجزء الثاني لخبطته، هي اللي عملته. بتحطط من هنا 3 خرزات ومن هنا 3 خرزات. وبعدين هتعملي ايه بقى؟ جايبه. انا قلت لها ما تبهرجيش فيها كتير، يعني ما تزودلهاش حاجه كتير عشان هي فيها وردات اصلا. 2 ابيض. تكسر بيهم اللون الاحمر بقى. هي مش محتاجه صراحه يدخل لها الوان تانية غير كده، يعني هي فيها 3 الوان، هي بينك وابيض واللي هو النبيتي ولا البرجندي. مش ده البرجندي؟ البرجندي. حطيت 2 بقى اهو. حاطه بقى تاني. هتعمل كمان 3 من اللي هو البرجندي ده ولا النبيتي اللي بيقولوا عليه؟ البرجندك يا فندم. يا الله شطورة. ركزي.
هتعمل بقى الناحيه التانية كمان هو الطرف بقى هنا التاني. قافله ايه بالاستوبر، زودت لقيت فيه مساحه كبيره على الطول يعني هتبقى بس مرجح كده. فايه حطيت هنا 2 ابيض وهنا 2 ابيض. انت جايه بقى في الاخر صدق في الاخر يعني قافلاه في الاخر. حاطه من دي ببرجندي ماشي. واحده من هنا وواحده من هنا. يلا طلعي بقى استوبر. بصوا بقى الاستوبر هو انت اصلا ما بتقولوا لهم في المكتبه انا عايزه القفل والاستوبر بتاعه، هم بيدوكوا الاجزاء دي كلها. ده الاستوبر، غطا استوبر، ده غطا الاستوبر، ده غطا استوبر. الاستوبر ده حاجه صغيره كده. لما بتكوني هتربطي بتجيبيه، لما بتكوني متعوده على القفل ومش هتربطي بتجيبي قفل، بتجيبي قصدي تكوني متعوده على القفل بتجيبي ده، بتبقى عايزه غطا الاستوبر. يعني ده بيتباع لوحده غير الاستوبر؟ غطا الاستوبر ده يعني ممكن لو هي جابت الاستوبر وتقدري تجيبي ده الاتنين مع بعض. احنا عندنا يعني اصلا في مكتبه هنا متخصصه كده للحاجات دي، خرز والحاجات بتاعته والخيط وكل ده. يعني هي تسالك انت عايزاه ايه، مع بعض ولا مش ولا لوحده؟ حلو على فكره الحاجات دي انكم تسلوا ولادكم، وفي ناس بيعملوا جروبات على فكره وبيبيعوها. بس صراحه انا هي ريتال كانت عايزه تعمل كده بس انا قلت لها لا، يعني حتى لو عملت كده وبيعها الحاجات دي مين هيروح يوصل الحاجات دي وكده، فالموضوع يعني ايه حوارات كتير، فمش عايزه يعني انا عايزاها تتسلى، عايزه بدل ما اضيع وقت في التليفون بس تتسلى. يلا بتركبي ازاي بقى؟ ده ايه ده غطا الاستوبر؟ طب استني بقى عشان اقرب اهو. تعملي فيه ايه بقى؟ هنا اهو شايفينه؟ بتدخليه من الظهر الحبل اهو. مدخلاه بالخرم ده، من الخرم اللي هو في الظهر. وريني برضو عشان يبقى. ايوه ماشي. ده بيقفل على الحبل صح كده؟ بصوا بتطلعوا سنه من الحبل، شايفين؟ انا بوريكم عشان ايه لو حد من بناتكم نفسه يعمل ولا حاجه تكونوا عارفين اهو. قوم جايباه كده من الجنب، ايدك مداريه. ماشي. اتكيتي على اللي هي الاستوبر زي ده كده. بصوا عشان هي لو ما عرفتش توضى، هي دخلته من الخرم اللي ورا من هنا وعدت الخيط من هنا وقامت قافله عليه. اهو لا من كده. انت هتقفلي واحد كمان استوبر كمان. طب يلا وضحيه. يلا وريني. دخلتيه؟ يلا بصوا بتطلع بقى طرف الخيط، اظهري بقى كويس. دخلت جيب بقى الحبل كده من جنب والاستوبر اهو. جيب الاستوبر من جنب وجيب الحبل من جنب. وبتشيلي بقى انت الحبل الزياده ده؟ يعني لما بخلص خالص بشوف هيبقى حبل ولا لا. ماشي. هاتي استني ثانيه. ماشي ثانيه واحده. توته جايه. لا ده ما بيقصش حلو. خدي التاني ده احسن. طيب ماشي. بجيب بقى حبل مقص يعني او اي حاجه يكون طرفها صغير. بجيب بقى انت عشان تفتحي بيها الحلقه. بصوا حاسه بس تعوري ارتال. شفتوا عملت ايه؟ حطت المقص بيعملي التانية ارتال بالراحه. بتدخليها فين بقى؟ في الفتحتين اللي هم في لما الاستوبر اتقفل في كده فتحتين اهو. يبقى انا ايه القفل عادي. القفل اهو بتدخله بقى في الحلقه دي، يعني الحلقه دي اللي موصله بين اللي هو قفل الاستوبر ده وش الاستوبر ده. انت اللي بتقفلها. هقفلها لك انا. سيبيها وانا هاتي استني هقفل الحلقه بس. واجي. يلا قلت الحلقه. يلا ركبي بقى الناحيه الثانيه. الناحيه الثانيه بقى بصي بقى بتعمليها ازاي بالمقص. هنا بقى في ايه؟ قربي مني. خلي بقى القطع في الاخر. ركبي كل البتاع الاول وبعد كده نقطع في الاخر. الناحيه الثانيه برضو الطرف الثاني تركبي الحلقه. بصوا اهو حاجه يكون طرف بوزها كده بالذات يعني احسن. هو المقص يكون المقص بس حاسس بس عشان ما تعوريش. ما بيقصش حلو اصلا. لا بس هو ممكن يعورك في ايدك حتى لو ما بيقصش حلو. هتدخله كده. يلا على ايه؟ وتفتح المقص. بصوا تفتح المقص عادي بس خليها من على الطرف من فوق. ما تفتحوش فتحه كبيره عشان بيبوظ لما تفتح فتحه كبيره. بس بس اهو هتدخله بقى في الطرف الثاني من الاسوره. في ناس على فكره بتربط على طول وكده، بس بصراحه انا من تجربتنا يعني الرباط بيفك وبتفرط وبتبقى حالتها حال. هاتي اقفله لك انا عشان هي ما بتعرفش تتك عليه قوي. اهي قفلنا خلاص الحرف. خلاص بقى هتنضف بقى الاسوره. تشيل بقى الخيط دي اهي. بصوا اي خيط بقى طالع زياده ملوش لازمه هتشيله. تحاولوا تخلوا فيه طرف كده صغنن عشان ما يفلتش خالص من الستوبر. ولو فلت تعرفوا تركبوه تاني. يلا خلاص اهي. سبت برضو كده حته صغيره اهو. الله البسيها بقى في ايدك كده. بصوا طلعت كبيره يعني هي كمان كانت خايفه تطلع صغيره. استنى ايدك.
ايه عملت خاتم دلوقتي، وبعدين هتعمل العقد ان شاء الله لما ننزل نجيب ختم رفيع من ده. كده. بصوا عملنا، انا اللي عملت الورده ماما ماما علمتها عملت انا اللي عملت الورده، وعملنا من هنا 3 ومن هنا 3 و2 وقفلنا بواحده. قفلنا بواحده بس زي خلاص. ده بقى الخاتم ما بيتعملش فيه ستوبر ولا حاجه، الخاتم بيتربط عادي بس كده. تعملها عقده يعني، مش عارفه اسمها ايه. عقده. هنعملها عقده. اعملها لك عشان تتعقد حلو، احسن ما تفك وتقعدي تترفصي وتهبدي في الارض. مش عاجبها الكلام. عقدتيها؟ اتفضلي يا ماما. اعقدها؟ طب هعقدها واجي عشان هي برقت لي وفي الاخر ادتها لي برضه اعملها. استنى اهو. تمام. عقدته لها. هتشيل بقى الخيط الزياده صح؟ عقدته لها عقدتين عشان خاطر بقيت فاهمه اهو. شفتي بقى؟ الحمد لله كبرت وفهمت. ايه عملنا عقدة. تمام. عقدتين. ايه عقدتين دي ان شاء الله؟ مربطينها بقى كده اهو. ايوه عشان ما تفكش. عادي. الربطه العاديه بتاعتي. انا كنت في الاول بربطها كده في الاول. تمام. كانت بتفك منك؟ لا ما كانتش بتفك. كانت ايه؟ كانت بتفك. انت لازم تطلعيني غلط. بس كان في حاجه كمان. بس يعني حاجه كمان هي ايه؟ ايوه داري. بس ايه؟ الناحيه دي ايوه بتيجي كده. بتبقى مبرومه، بتبرم على بعضها. فهمت. خلاص كده بقى تشيلي الخيط الزياده يا قطه. دي بقى حته كده. اشطر بنوته، اشطر كتكوت يا ولاد. دي بقى يقدروا يعملوها تن الولاعه كده اهو. عشان طب انت مش هتقدر انا اللي اعملها؟ ماشي. عشان ايه؟ عشان ما تفكش تعمل زي ما بنقطع الخيط كده بنقوم حارقين طرف. احنا فاهمين. انت جايبه دي لي بقى تعملي ايه؟ دي عايزه اجرب حاجه. خلاص يعني اقفل بقى. ايه توته خلصت الطقم وقامت بقى تعمل لكم فوتو سيشن بيه. بتتصور بيه وهي لابساه. هي كملت عشان تعمل له عقد، بس الخيط بس هو اللي عمل ازمه معاه. بس خلاص حابين نشارككم بالفيديو دوت للترفيه كده، وحطوا لنا لايك. مع السلامه يا حلوين.